حنكون على ارتفاع 18,000 قدم هنا بعد ثانية. ده العمق اللي بودي بريجمان وصله في الهاوية. أنا بعملها بجد. في أعماق المحيط الهادئ، في مكان شبه مش جزء من العالم العادي، مكان ما فيهوش ضوء شمس، برد جدا، والضغط فيه عالي لدرجة يقدر يسحق الحديد كأنه علبة صفيح. ده خندق ماريانا، أعمق جزء في المحيط على كوكب الأرض كله. الخندق ده موجود في الجزء الغربي من المحيط الهادي بين اليابان والفلبين. عشان عمقه الكبير، حتى أعلى جبل في العالم اللي هو جبل إيفرست هيغرق فيه برضو يا أخي. لو حطينا جبل إيفرست في أعمق نقطة فيه، وده حسب دراسات ناشونال جيوغرافيك والNOAA أو الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في أمريكا، حنوصل لعمق حوالي 7 أميال في أعمق نقطة اسمها تشالنجر ديب. والفترة طويلة جدا. الناس كانوا فاكرين إن مفيش أي كائن حي يقدر يعيش في المكان ده، لأن المكان ده شبه حفرة مظلمة وباردة جدا، ومحدش كان يعتقد إن فيه أي حياة تقدر تعيش فيه. بس مع تطور التكنولوجيا وزيادة أبحاث العلماء، اكتشفوا واحدة واحدة إن المعتقد القديم ده كان غلط. رغم الظلمة الشديدة والضغط العالي، فيه كائنات غريبة فعلا بتعيش في أعماق البحر. فيه سمك وكائنات صغيرة وبكتيريا بتقدر تعيش حتى لو الظروف شبه مستحيلة. والأغرب من كده إنهم مش بيعتمدوا على ضوء الشمس عشان يعيشوا، بدل كده بيستخدموا مواد كيميائية جاية من تحت الأرض عشان ياخدوا طاقة، وكأنهم عاملين نظام بيئي خاص بيهم منفصل عن العالم اللي احنا متعودين عليه فوق. بس كل ما بيكتشفوا أكتر عن خندق ماريانا، كل ما الدول الكبيرة بتزيد اهتمامها بيه. الموضوع مش مجرد بحر عميق وبس، بقى جزء مهم في المنافسة العالمية في العلم والتكنولوجيا والموارد والاستراتيجيات العسكرية. على حسب المحللين وخبراء البحار، في دول كتير دلوقتي عايزة تدرس أعماق البحر عشان ممكن يكون فيها معادن مهمة اللي محتاجينها للتكنولوجيا الحديثة، وده بيشمل المواد اللي بتستخدم في البطاريات والإلكترونيات وغيرها من التقنيات المتقدمة. عشان كده الاهتمام بيزيد عند الدول اللي عندها القدرة إنها تعمل استكشاف في أعماق البحر. دلوقتي دول كتير بتستخدم روبوتات خاصة وغواصات بحثية وسفن عالية التقنية عشان يكتشفوا أعمق أجزاء المحيط. الموضوع مش سهل خالص، عشان المكان ده خطير جدا. الضغط تحت هناك عالي وخطير جدا. ببساطة كأنك حد رمى عليك وزن تقيل جدا وإنت تحت المية، وحتى الحديد السميك ممكن يتكسر لو مش قوي كفاية. بس إزاي يتكون خندق ماريانا؟ بس قبل ما نبدأ الكلام، كنت عايز أطلب منك لايك واشتراك في القناة بتاعتنا، ده هيساعدنا كتير إحنا كصناع محتوى. يلا بينا نبدأ. عشان تفهم أكتر، تخيل سطح الأرض كأنه بازل كبير مكون من قطع ضخمة من الصخور. القطعة دي اسمها الصفائح التكتونية، والصفائح دي بتتحرك ببطء شديد على مدار ملايين السنين. دلوقتي في المنطقة القريبة من خندق ماريانا في صفيحتين ضخمتين بيتزقوا على بعض، واحدة منهم اسمها صفيحة المحيط الهادئ، ولأنها أقدم وأتقل بتبدأ تغوص تحت الصفيحة التانية واحدة واحدة. العملية دي اسمها الاندساس، وكل ما الصفيحة دي بتغوص أكتر تحت التانية بيتكون حفرة عميقة جدا في قاع المحيط، والحفرة دي هي نفسها خندق ماريانا. زي ما يكون صدام بطيء بين قطعتين صخور عملاقة على مدار ملايين السنين. الموضوع مش بيحصل فجأة، ده بيحصل ببطء شديد، بس التأثير بتاعه قوي جدا على شكل كوكبنا. سنة 1975 المستكشفين حاولوا لأول مرة يقيسوا عمق الخندق باستخدام حبل طويل وأدوات ثقيلة، بس من على سفينة HMS تشالنجر البريطانية. وطبقا للسجلات التاريخية، الحبل أخذ وقت طويل جدا لحد ما لمس قاع البحر. في البداية كتير من الناس ما كانوش مصدقين العمق الكبير اللي حصلوا عليه في القياس، بس مع مرور الوقت بقى أوضح إن فعلا حجم وعمق خندق ماريانا حقيقيين، وكل ما بينكشف عنه أسرار أكتر كل ما بيبقى أهم للعالم دلوقتي، لأن تحت البحر المظلم ده
ممكن يكون فيه بعض من أهم الموارد والاكتشافات العلمية للأجيال الجاية. مع كده سنة 1960 كان فيه 2 قرروا يعملوا حاجة كانت شبه مستحيلة في الوقت ده، وخطتهم كانت إيه؟ ينزلوا لأعمق نقطة في خندق ماريانا، مكان تقريباً ما حدش شافه بعينه. ما استخدموش غواصة عادية اسمها كان تريستي. دي كانت مركبة خاصة اتعملت لهدف واحد بس، إنها تنزل لأعماق كبيرة جداً تحت البحر. جواها كان في كابينة معدنية صغيرة تكاد تكفي لشخصين بس، كانت شبه كرة حديدية صغيرة متعلقة تحت تانك كبير. هناك ركب المهندس السويسري جاكي بيكار وضابط البحرية الأمريكية دون والش، وهم نازلين أكثر وأكثر في المحيط. النور بدأ يختفي تدريجياً. بعد كام ساعة بقى حواليهم ظلام دامس، مش هتشوف أي حاجة خالص. كمان المية كانت ساقعة جداً، تقريباً متجمدة. بس أكبر عدو ليهم ما كانش الظلمة ولا البرد، لكن الضغط. لأن كلما تغوص أعمق في البحر كلما ضغط المية على جسمك وعلى المركبة بتاعتك بيزيد. في خندق ماريانا الضغط عالي جداً، لدرجة إن حتى الحديد السميك ممكن يتسحق. بشرح بسيط، تخيل إن في جبل ضخم جداً واقع فوق حاجة صغيرة، الضغط تحت كده بالضبط. حسب نوا وباحثين المحيطات التانيين، الضغط في تشالنجر ديب أكثر من 1000 مرة أقوى من الضغط اللي بنحسه على سطح الأرض. وأثناء رحلة النزول بتاع تريست فجأة حصل صوت عالي جداً زي صوت انفجار وذوى جوه الكابينة. في جزء من نافذة المشاهدة بتاعتهم اتشرخ بسبب الضغط العالي جداً. في العمق ده اللي حصل كان خطر جداً، لأن لو الحديد أو الإزاز بتاع المركبة انهار تماماً الموضوع مش هيبقى مجرد تسريب بسيط للمية. بسبب قوة الضغط الشديدة ممكن العربية كلها تتحطم في لحظة واحدة بس. لكن رغم الخطر كملوا النزول بتاعهم، وبعد تقريباً 5 ساعات من الرحلة نزولاً للأعماق وصلوا لأعمق نقطة في خندق مارينا. هم أول ناس في التاريخ شافوا بنفسهم أعمق جزء في الكوكب، وهناك شافوا حاجة فاجأت عالم العلم كله: في حياة هنا. حسب التقارير والسجلات التاريخية شافوا كائناً بيتحرك تحت البحر. بسبب كده بدأت تتغير المعتقدات القديمة للعلماء اللي كانوا شايفين إنه مستحيل حد يعيش في مكان زي ده. زمان كان كتير من الناس فاكرين إنه لما البحر يبقى عميق قوي مفيش كائن يقدر يعيش بسبب الضغط العالي جداً، بس طلع ده غلط. تحت خندق ماريانا فيه كائنات قدرت تتأقلم مع الظروف القاسية دي. فيه كائنات صغيرة وبكتيريا تقدر تعيش حتى لو الضغط كان حيهرس أي حيوان عادي. والأغرب من كده طريقتهم في البقاء مختلفة عن الكائنات اللي فوق سطح الأرض. مثلاً كتير من الحيوانات اللي في البحر الضحل بتستخدم الكالسيوم عشان عظامها وقواقعها تكون صلبة، لكن في أعماق خندق ماريانا صعب تعيش الكائنات اللي جسمها كده عشان الضغط وكيمياء المية بيأثروا عليهم. عشان كده أغلب الكائنات اللي في الأعماق أجسامهم طرية وشكلهم غريب، كأنهم جايين من كوكب تاني. وعشان كده العلماء بقوا مهتمين أكتر بأعماق البحر، لأن لو في حياة قادرة تعيش في بيئة زي دي هنا على الأرض يبقى ممكن كمان يكون في حياة في أماكن تانية في النظام الشمسي اللي فيها ظروف قاسية. لحد دلوقتي لسه في أجزاء كتير من خندق ماريانا ما اتدرستش كويس، وبيقولوا الخبراء إننا نعرف عن سطح القمر أكتر بكتير من اللي نعرفه عن أعماق محيطاتنا إحنا. وكل ما تكنولوجيا الاستكشاف تتطور في بلاد أكتر، كل ما أسرار الأعماق بتتكشف واحدة واحدة. أسرار بقالها ملايين السنين مستخبية تحت أظلم جزء في الأرض. دلوقتي وإحنا بننزل أكتر في أعماق المحيط النور اللي جاي من فوق بيبدأ يختفي شوية شوية. في الأول لسه بنشوف لون البحر الأزرق، بس كل ما بتغوص أكتر بتحس إنك داخل عالم من غير شمس ومن غير صباح. هنا الحياة بتبدأ تتغير. في الجزء ده من البحر أشعة الشمس مش بتقدر توصل بسهولة، عشان كده الكائنات اللي هنا لازم تلاقي طرق تعيش بيها. فيه كائنات هنا عيونها كبرت عشان تقدر تشوف الأكل حتى في الظلمة الشديدة. وفيه كمان اللي اخترعوا طرق أغرب، هم نفسهم اللي بيصنعوا نورهم بنفسهم
وده اللي بنسميه التلألؤ الحيوي. حسب دراسات علماء الأحياء البحرية والناشيونال جيوغرافيك، فيه كائنات بحرية كثير في الأعماق عندها القدرة تعمل ضوءاً باستخدام تفاعل كيميائي جوا جسمها، كأن عندهم كشاف داخلي. بس ده مش علشان يبقوا شكلهم حلو وبس، هم بيستخدموا ده علشان يصطادوا أكل، يهربوا من المفترسين، وكمان يلاقوا شريك في ظلمة البحر الشديدة. تحت البحر النور حاجة كبيرة جداً، لأنك تقريباً مش هتشوف حاجة. واحد من الكائنات الغريبة هنا هو سمكة الهاتشيت. جسمها رفيع جداً، تقريباً زي نصل السكينة، بس أكتر حاجة ملفتة هنا هي عينيها الكبيرة اللي دايماً بصر فوق. هي بتعمل كده علشان تشوف ظل الكائنات اللي بتعوم فوقيها. بس عندها كمان قدرة غريبة تانية. تحت جسمها فيه أعضاء صغيرة بتطلع نور أزرق. هي بتستخدم النور ده علشان تتماشى مع لون المياه من فوق. ببساطة هي بتقلد نور اللي حواليها علشان المفترسين اللي تحت ما يقدروش يشوفوها، زي وضع التخفي تحت المياه. بس كل ما ننزل أعمق البيئة بتبقى أصعب وأخطر. هنوصل لمنطقة في البحر العلماء بيسموها منطقة منتصف الليل. هنا مفيش أي ضوء شمس خالص، هنا الضلمة دايمة من هنا ولحد أعمق نقطة في الخندق. النور الوحيد اللي هتشوفه جاي من الكائنات الحية نفسها. وبما إن النظر العادي ملوش لازمة في المكان ده، أجسام الكائنات هنا اتأقلمت. في بعضهم يقدر يحس بأصغر حركة في المية، حتى أقل حركة سباحة من أي حيوان تاني بيحسوا بيها فوراً، كأنه جسمهم كله رادار حساس جداً. وبسبب قلة الأكل هنا لازم الكائنات تستغل كل فرصة يلاقوا فيها أكل. واحد من الأمثلة على ده هو سمك البليكان إيل. ده مش حيوان كبير، بس فمه كبير جداً مقارنة بجسمه، يقدر يبلع فريسة أكبر منه كمان، لأنه في أماكن ممكن يعدي فيها أسابيع أو شهور قبل ما يلاقوا أكل تاني. الحيوانات هنا ما ينفعش تدلع، أول ما يلاقي أكل لازم يأكلوا على طول. في الأعماق دي قواعد الحياة مختلفة فعلاً. الجمال أو القوة مش هم المهمين هنا، اللي يهم هو البقاء. بس في سؤال كبير حير العلماء لفترة طويلة. لو ما فيش شمس تحت البحر، الطاقة اللي بتشغل النظام البيئي ده كله بتيجي منين؟ إزاي الكائنات الكتير دي عايشة في مكان تقريباً ما فيهوش موارد؟ الجواب بيجي من فوق سطح المحيط. كل يوم في جزيئات صغيرة بتبدأ تغوص وتنزل تدريجياً من فوق. من ضمن الحاجات دي فيه بلانكتون ميت، وبقايا كائنات صغيرة، وفضلات سمك، وحاجات عضوية تانية. العلماء بيسموا ده الثلج البحري، كأنه مطر بطيء من أكل صغير بينزل من سطح البحر. بس حسب الدراسات أغلب الحاجات دي بتتاكل بسرعة من كائنات تانية قبل ما توصل لقاع البحر. عشان كده فعلا الأكل اللي بيوصل للكائنات اللي في أعماق البحر بيبقى قليل جدا. بس أوقات بيجي رزق أكبر، وساعتها قاع البحر بيبقى عامل زي حفلة كبيرة. لما حوت كبير يموت ويغرق لقاع البحر، بيبقى مصدر أكل ضخم جدا للكائنات اللي عايشة في الأعماق. ده اللي بيسموه سقوط الحوت. وبيقول الباحثين في علوم البحار إن جسم الحوت الميت يقدر يدعم حياة كائنات كتير لفترة طويلة جدا. أول اللي بيجوا هم الكائنات اللي بتتغذى على الجيف زي القروش والأسماك الكبيرة. على مدار فترة طويلة جدا، أول اللي بيجوا هم الكائنات اللي بتتغذى على الجيف زي القروش والأسماك الكبيرة. بعد كده بيجي الدور على الكابوريا والدود وكائنات صغيرة تانية بتاكل اللي باقي من اللحم. ولما ما يبقاش غير العظم تقريباً، لسه فيه كائنات غريبة بتقدر تاكل الهيكل العظمي بتاع الحوت نفسه. تقريباً ما فيش حاجة بتضيع تحت البحر. في مكان صعب العيشة فيه قوي، كل حتة طاقة ليها قيمة كبيرة. وعشان كده العلماء بيأكدوا أكتر إن حتى في أظلم وأخطر أماكن على الأرض، الحياة دايماً بتلاقي طريقة تكمل بيها. وبرغم كده العالم تحت خندق ماريانا أعمق بكتير من اللي أغلب الناس متخيلينه. بعد قاع البحر العادي فيه جزء تاني أشد وأعمق في المحيط، وكأنه عالم منفصل لوحده. العلماء بيسموه منطقة الهادال. اسمها جاي من كلمة هاديس، واللي في الأساطير القديمة كان بيشير للعالم السفلي أو عالم الموتى. والاسم ده فعلا مناسب، لأن في المكان ده تقريبا مفيش حياة طبيعية زي اللي بيشوفها فوق سطح الأرض. الدنيا ظلمة جدا،
وبرودة شديدة والضغط عالي جدا. بس رغم الظروف القاسية دي في كائنات لسه عايشة هنا. واحدة من أغرب الاكتشافات اللي اكتشفها العلماء هي سمكة الحلزون الماريانية. حسب دراسات الباحثين في أعماق البحار وناشيونال جيوغرافيك، دي أعمق سمكة تم اكتشافها عايشة على كوكب الأرض. لما تشوفها مش هتحس إنها سمكة عادية، لونها باهت وجسمها شبه الجيلي، وكمان عظمها مش جامد زي السمك العادي، بالعكس معظم جسمها مرن وطري علشان تقدر تتحمل الضغط العالي تحت البحر. ببساطة لو حطينا حيوان أو إنسان عادي في العمق ده، جسمه ممكن يتحطم فوراً من قوة الضغط. لكن سمكة سنايل فيش مختلفة، هي طورت علشان تعيش هناك، كأن جسمها كله معمول مخصوص للعيش في الأعماق. ومش هي الوحيدة الغريبة هناك، فيه كمان كائنات اسمهم سينوفيورز. مع إن شكلهم زي الطين أو الحجر العادي، إلا إنهم كائنات حية، والأغرب من كده إنهم كائنات وحيدة الخلية بس، يعني جسمهم كله عبارة عن خلية واحدة بس، ومع كده يقدروا يكبروا ويوصلوا لحجم قبضة إيد الإنسان تقريباً. على حسب كلام العلماء البحريين لسه مش مفهوم إزاي الكائنات دي بتقدر تتحمل الضغط الرهيب اللي تحت الخندق، لأن في الوضع الطبيعي الضغط العالي جداً ممكن يدمر تركيب الخلايا العادية، لكن تحت خندق ماريانا كأن في قواعد تانية للحياة بتحكم هناك. فيه كمان ميكروبات في الأعماق مش بتعتمد على ضوء الشمس عشان تعيش، بالعكس هي بتتغذى على مواد كيميائية جاية من جوه الأرض نفسها. دي واحدة من أهم الاكتشافات في علم أعماق البحار، لأنها بتوضح إن ممكن الكائنات تعيش حتى من غير ضوء الشمس. على سطح الأرض أغلب الكائنات الحية بتعتمد على الشمس. النباتات بتستخدم ضوء الشمس عشان تنتج الطاقة، بعد كده الحيوانات التانية بتاكلهم وبتستمر دورة الحياة. لكن في أعماق الخندق فيه نظام مختلف شغال. هنا فيه كائنات بتستخدم المواد الكيميائية اللي جاية من تحت الأرض كمصدر لطاقة، كأنه الكوكب نفسه هو اللي بيغذيهم. وعشان كده العلماء بقوا مهتمين أكتر بإمكانية وجود حياة على كواكب أو أقمار تانية في النظام الشمسي، لأن لو في حياة قادرة تعيش في بيئة زي دي هنا على الأرض، ممكن كمان يبقى ده وارد في أماكن ما فيهاش شمس بس فيها محيطات تحت الأرض أو نشاط كيميائي. بس كل ما الناس بتتعمق أكتر في دراسة خندق ماريانا، في حاجة تانية كمان بتبدأ تتغير. ميقات بتتحول تدريجياً لمركز للمنافسة العالمية في أعماق البحر. زمان كان العلم والاستكشاف هما السبب الرئيسي اللي بيخلي الدول عايزة تدرس خندق ماريانا، لكن دلوقتي الموضوع بقى أكبر من كده. بقى الموضوع يشمل الموارد والتكنولوجيا والاستراتيجية العسكرية والسيطرة على أعماق البحر. على مدار عقود كتير بعد الغطسة التاريخية لتريستي سنة 1960، في قليلين جدا اللي قدروا يرجعوا لأعمق نقطة في الخندق، عشان المهمة غالية جدا وخطيرة. بيقولوا إن في أجزاء من أعماق المحيط أصعب في الوصول ليها من القمر نفسه. لكن بدأ العالم يرجع يركز على الموضوع ده سنة 2012 لما المخرج جيمس كاميرون عمل مهمة غوص فردية في أعماق البحر، وبحسب تقارير BBC وناشيونال جيوغرافيك هو قدر يوصل بنجاح لتشالنجر ديب باستخدام غواصة مصممة مخصوص. بعد كده الاهتمام باستكشاف أعماق البحر زاد تاني. بعديه يجي المستكشف فيكتور فيسكوفو اللي عمل برضو غطاسات كتير في خندق ماريانا من سنة 2019. بس في الوقت اللي بعض المهمات كانت بتمولها مستكشفين خاصين، الصين كانت ماشية في اتجاه مختلف. في سنة 2020 حسب التقارير الرسمية الصينية والتغطية الدولية، الغواصة الصينية فيندو فيندوغي وصلت لخندق ماريانا. دي مركبة متقدمة لاستكشاف أعماق البحر، اتعملت لمهام استكشاف شاقة، بس هدف الصين مش مجرد زيارة بسيطة. حسب المحللين هم مركزين أكتر على وجود طويل المدى في أعماق البحر. بدل ما يعملوا مهمة واحدة كبيرة، هم بيستخدموا عدداً أكبر من المركبات تحت المياه الذاتية أو AUVs. دي روبوتات بتقدر تشتغل تحت البحر لفترات طويلة حتى من غير وجود بني آدمين جواها. يقدروا يرسموا خريطة لقاع البحر،
يحلل الرواسب ويجمع كمية كبيرة جدا من المعلومات عن أعماق المحيط. ولأنهم أرخص بكتير من البعثات التقليدية اللي فيها ناس، فبيتم استخدامهم أكثر وبشكل متكرر. عشان كده بقت أعماق البحر تدريجياً جبهة استراتيجية جديدة. الموضوع ما بقاش بس عن اكتشاف كائنات غريبة، بدل كده بقت كمان ساحة صراع على البيانات، الموارد، التكنولوجيا والنفوذ في أعمق جزء من الكوكب. مع كده وكل ما دولي أكتر بتبعت روبوتات وغواصات لأعماق البحر، بقى واضح أكتر دلوقتي إن العلم مش هو السبب الوحيد ورا زيادة الاهتمام بخندق ماريانا واستكشاف أعماق البحر. في حاجات كتير على المحكي هنا، وواحدة من أهم الأسباب هي الموارد. تحت أجزاء واسعة من أعماق المحيط فيه صخور غريبة متوزعة على قاع البحر. هما مش باين عليهم إنهم مميزين من أول نظرة، عشان شكلهم زي أي حصى صغير أو بطاطساية مرمية في قاع البحر. بس حسب تقارير رويترز وبي بي سي وهيئة قاع البحار الدولية، الصخور دي فيها معادن مهمة زي النيكل والكوبالت والمنغنيز، والمعادن دي ليها أهمية كبيرة في العالم الدنشيال. المعادن دي بتستخدم في صناعة البطاريات، العربيات الكهربائية والموبايلات وتوربينات الرياح وحاجات تانية كتير من التكنولوجيا اللي محتاجينها للطاقة المتجددة. ببساطة كل ما العالم بيتجه أكتر للطاقة الخضراء والتكنولوجيا الكهربائية، الطلب على المعادن دي بيزيد أكتر وأكتر. عشان كده بالنسبة لبعض الدول والشركات الكبيرة، قاع البحر بقى زي منجم جديد للمستقبل. بس فيه مشكلة كبيرة، العلماء لسه مش متأكدين إيه هيكون تأثير التعدين في أعماق البحر. على حسب الباحثين البحريين والجماعات البيئية، النظم البيئية في أعماق البحر بتتكون ببطء شديد. عشان كده لو جزء من قاع البحر اتدمر بسبب التعدين، ممكن ياخد وقت طويل جدا عشان يتعافى. ولأن لسه في حاجات كتير إحنا مش عارفينها عن الحياة تحت البحر، في خوف إن الكائنات اللي العلم لسه ما اكتشفهاش كويس تتدمر بسرعة. بس هل الموارد هي السبب الوحيد ليه البحر العميق مهم؟ لا، في موضوع تاني أكثر حساسية وخطورة، وهو الاتصالات ونظام الإنترنت العالمي. معظم الناس بيفتكروا إن الإنترنت جاي من الأقمار الصناعية في الفضاء، بس حسب خبراء الاتصالات الدوليين، أكثر من 90% من حركة الإنترنت الدولية في العالم كله بتمر من خلال كابلات البيانات تحت البحر. دي الكابلات الطويلة من الألياف الضوئية اللي متوزعة تحت المحيط، زي شبكة عملاقة من الكابلات اللي بتربط دول مختلفة ببعض. هنا بتمر العمليات البنكية أونلاين، مكالمات الفيديو، السوشيال ميديا، المعاملات التجارية الدولية، الاتصالات العسكرية، وكل الأنشطة الرقمية الحديثة تقريباً. ببساطة لو الكابلات المهمة دي اتقطعت، ممكن الإنترنت والاتصالات في دول كتير تتأثر. وهنا بيجي القلق الجديد عند المحللين الحكوميين والعسكريين، لأنه نفس التكنولوجيا اللي بتستخدم لاستكشاف أعماق البحر ممكن كمان تستخدم عشان تلاقي، تراقب أو تدمر الكابلات تحت البحر. مثلا العربيات تحت المية اللي بتشتغل لوحدها، أو الروبوتات البحرية العميقة تقدر ترسم خريطة لقاع البحر بتفاصيل دقيقة جدا، بس في الظروف الغلط. ممكن كمان يستخدموهم عشان يحددوا فين خطوط الاتصال الحيوية تحت البحر. عشان كده في دول بدأت تبص على أعماق البحر كميدان معركة استراتيجي جديد. ده مش زي الحروب العادية اللي فيها دبابات أو طيارات مقاتلة بتشوفها فوق السطح. دي حرب أهدى، أكثر سرية، وصعب تدافع عنها، عشان المحيطات واسعة جدا وصعب جدا تراقب اللي تحتها على حسب المحللين ومحللين الأمن. ده السبب اللي خلى دول كتير دلوقتي بتوسع برامج تكنولوجيا أعماق البحر بتاعتها، مش بس عشان العلم، لكن كمان عشان الميزة الاقتصادية والاستراتيجية على المدى الطويل. بس لحد دلوقتي لسه في أسئلة قانونية كتير حوالين الموضوع ده، عشان جزء كبير من أعماق المحيط مش ملك لدولة واحدة بس. حسب الاتفاقيات البحرية الدولية ومناقشات الأمم المتحدة، بيعتبر بعض أجزاء البحار المفتوحة مناطق مشتركة للعالم كله. بس حتى مع وجود قواعد موجودة، لسه فيه مناطق رمادية كتير. لما يجي الموضوع للتعدين والاستكشاف واستخدام تكنولوجيا أعماق البحر، وفي الوقت اللي الاتفاقيات الدولية بتتقدم ببطء،
الدول لسه مستمرة في نشر معداتها تحت البحر. بمعنى تاني، في الوقت اللي العالم لسه بيناقش القوانين، الدول اللي عندها تكنولوجيا متقدمة بتبدأ تسيطر وتجمع معلومات أكتر شوية بشوية. عشان كده دلوقتي خندق ماريانا ما بقاش مجرد جزء عميق من المحيط، بقى رمز لتحديات العالم دينشيال، مكان مهم للعلم والموارد والبيئة والتكنولوجيا والأمن العالمي في نفس الوقت. من ناحية ممكن يساعدنا نفهم أصل الحياة وأسرار كوكبنا، لكن من ناحية تانية ممكن كمان يكون مركز للتنافس على القوة والسيطرة في المستقبل. ومع نزول بلاد أكثر لأعماق البحر، فيه سؤال كبير لسه باقي: يا ترى العالم هيقدر يحمي واحد من آخر الأماكن اللي لسه ما استكشفتش على الأرض، ولا هينتهي الموضوع لصراع كبير على الموارد والسيطرة الاستراتيجية؟ لحد دلوقتي مفيش إجابة واضحة، عشان المعركة على أعماق المحيط لسه بتبتدي.